مثل ريال مدريد أفريقيا لنقل إذا أردنا. Après le Real de Madrid, c'est le Real Madrid africain. اقعد احكي من هنا للصبح، شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. بص، قبل ما صوابعك تجري على الكيبورد وتكتب لي في الكومنتات اني طالع اهبد او اني بقلل من مدريد او بطبل للاهلي، اقف عندك ثانيه واحده. انا اصلا مش طالع اقارن ما بينهم نهائي. لو انت داخل الفيديو مستني مثلا اني احط ميزانيه بيريز جنب ميزانيه الخطيب، او اقارن مثلا بين قوه دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا، او حتى اقارن بين فينيسيوس وحسين الشحات، فريح نفسك، لان دي مقارنه عبثيه وملهاش اي معنى اصلا. احنا النهارده مش بنقارن جغرافيا ولا بنقارن فلوس ولا بنقارن جوده كره جوه الملعب. هنحط منظومتين كاملين تحت الميكروسكوب عشان نفكك الدي ان ايه بتاعهم حته حته ونجاوب على سؤال واحد بس: هل الاهلي فعلا شبه ريال مدريد؟ وليه المركز التاني في قاموسهم بيعتبروه كارثه؟ وليه الخصم بينزل الملعب قدامهم وهو اصلا مهزوم نفسيا وبيفضل مرعوب لحد الدقيقه 90؟ فركز معايا في كل حرف، لان الرحله دي ما فيهاش الوان ولا اي انتماءات. الرحله دي بتشرح ازاي بتبني وحش بياكل الاخضر واليابس وما بيشبعش من البطولات، وساعات بيكون قاسي جدا وما بيرحمش حتى اولاده. في 99% من أندية الكوكب لما الإدارة بتتعاقد مع نجم كبير أو مدرب عبقري، النادي كله بيلف حواليه، بيبنوا المشروع على مقاسه، المدرب بيدلعه والإدارة بتطبطب عليه وتوفر له كل سبل الراحة علشان النجم ده يرضى ويديهم أحسن ما عنده. النادي بيبقى هو الخلفية واللاعب هو الصورة، لكن بمجرد ما تحط رجلك جوه مختار التتش أو تتمشى في البرنابيو، كل قواعد الكرة الطبيعية دي بتتلغي خالص. أنت هنا مش النجم اللي هيشيل النادي، أنت مجرد ترس جديد ومؤقت جاي يركب في مكنة عملاقة دايرة بقالها أكتر من 100 سنة أصلا. مكنة ليها كتالوج صارم مطلوب منك تدور معاها بنفس سرعتها وتنتج نفس قماش البطولات اللي هي متعوده عليه، والا المكنه دي هتفرمك وهتطلعك بره من غير ما تبص وراها. الاهلي وريال مدريد مش مجرد فريق كوره بيتكون من 11 لاعب ومدرب، دي مؤسسات، سيستم كامل معقد ليه قوانين غير مكتوبه وليه جمهور بيعتبر نفسه شريك فعلي في الاداره، مش مجرد زبون بيقطع تذكره. عشان تستوعب يعني ايه سيستم اقوى من الافراد، بص على ريال مدريد في صيف 2018. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي، الايقونه اللي جاب 4 تشامبيونز ليج في 5 سنين واهم لاعب في العالم، بيقرر انه زعلان من بيريز وعايز يمشي ويطلب زياده او يحس بتقدير اكبر. في اي نادي تاني رحيل لاعب بحجم وتاثير رونالدو معناه انهيار المشروع والدخول بقى في سنوات ضياع لحد ما تبني جيل جديد. بص على مانشستر يونايتد بعد فيرجسون عشان تفهم حجم الكارثه. لكن في مدريد بريز والسيستم قالوا بمنتهى البرود: الباب بيفوت جمل. ريال مدريد ما بيوقفش على حد، لان المنظومه هي النجم الحقيقي. النادي باع رونالدو وقعد سنتين يظبط ورقه ويرتب اوضه اللبس، وبعدها رجع يكتسح اوروبا وخد دوري الابطال 22 و24 من غير رونالدو. ومش رونالدو بس، من غير راموس ومن غير كاسيميرو. اللعيبه بتمشي بس المصنع شغال ومش بيقف. الناحيه التانيه في الاهلي السيستم ده بيشتغل بنفس القسوه ويمكن اشرس بكتير. تعالوا كده نرجع بالزمن لسنه 2000. حسام وابراهيم حسن اكبر اسطورتين في تاريخ الكره المصريه وقتها حسوا ان وزنهم واسمهم ممكن يخليهم يفرضوا شروطهم على النادي، وبداوا يماطلوا في التجديد. كابتن صالح سليم والسيستم الاداري للاهلي خدوا قرار كان يبان في وقتها انتحار فني وجماهيري. التوأم بره النادي وراحوا للغريم التقليدي الزمالك. الاهلي خسرهم فنيا، ايوه تاثر في البدايه، بس النادي كسب حاجه اغلى من اي بطوله، هي ترسيخ خيبه السيستم. السيستم قال كلمته ان مفيش راس اعلى من راس النادي. نفس الجين ده على فكره ظهر تاني ومش بعدها بكتير، ده مع عصام الحضري سنه 2008. انتوا اكيد عارفين القصه، ان الحضري وقتها ما كانش مجرد لاعب عادي، ده كان بطل افريقيا وواحد من اهم نجوم الاهلي والمنتخب. لكن فجاه وبعد البطوله الحضري هرب وراح سيوم من غير موافقه الاهلي، رغم ان عقده مع النادي كان لسه مستمر لحد 2010. الاهلي هنا بقى ما قالش ده اسطوره نستثنيه وبتاع، بالعكس النادي وقفه وبدا معركه قانونيه وبلغ الفيفا ان اللاعب ساب النادي من طرف واحد. يعني ببساطه الاهلي كان بيقول للحضري: انت ممكن تكون اسطوره بس مفيش اسطوره اكبر من النادي. اللاعب او المدرب اللي بيدخل الانديه دي بيتصدم ببيئه عمل ما بترحمش. اصل انت مش بتلعب ماتش وتستحمى وتروح تنام. في اسبانيا انت تحت رحمه ماركا واس وبرامج زي التشرنجيتو قاعدين لك على الواحده بيحللوا حتى البادي لانجوج بتاعتك في التدريب. وفي مصر طبعا انت تحت ضغط قنوات وصفحات مليونيه وجمهور في الشارع بيحاسبك على كل نقطه عرق ومفيش مساحه للغلط. السيستم ده بيخلق حاله من الديكتاتوريه الناعمه، انت لازم تمشي على الكتالوج. طريقه كلامك في المؤتمرات الصحفيه محسوبه، رد فعلك لما مدرب يغيرك محسوب، حتى لبسك وتصرفاتك بره الملعب واماكن سهرك محسوبه عليك. انت هنا مش ملك نفسك، انت بقيت ملك الكيان. عشان كده الشبه الاول والاهم بين الاهلي وريال مدريد هو ان الاثنين عباره عن آلة ضخمه انت بتدخل جواها تندمج وتدوب وتلعب دورك وتسكت. في الاهلي وريال مدريد في جمله مهمه قوي، وهي ان التيشيرت ده طلع تقيل على اللاعب. دي مش مجاز، دي ظاهره نفسيه حقيقيه بتدمر مسيره لعيبه وبتخليهم يبانوا اقل بكتير قدام الجمهور في ظرف شهور قليله جدا. عشان نفهم حجم المسؤوليه دي لازم نطلع بره فكره الموهبه خالص. الموهبه هي مجرد كارت دخولك من الباب، الكارت ده بيخليك تقعد على الدكه لكنه ما بيدكش اي ضمانه انك تعيش جوه النادي. الناديين دول بالذات عندهم قدره مرعبه على اظهار العيوب النفسيه لاي لاعب. لو عندك ذره هشاشه ذهنيه او محتاج تطبيل وطبطبه عشان تلعب حلو،
التيشيرت ده هيبلعك. شوف مثلا اللي حصل مع هازارد في 2019. هازارد دخل مدريد وهو احسن لاعب في الدوري الانجليزي، جايب صفقه عدت ال 100 مليون يورو، وقاعد في سانتياغو برنابيو قدام 50,000 مشجع بيهتفوا باسمه. هازارد دخل اوضه لبس ريال مدريد ولاول مره في حياته اكتشف ان الاعلام الاسباني مش هيسامحوا على كيلو زياده في وزنه اصلا. الضغط النفسي والتوقع المرعب شله ذهنيا قبل ما الاصابات تشله جسديا. هازارد ما تحملش فكره انك عشان تلعب في الريال لازم كل يوم تنزل تثبت انك تستاهل. في المقابل بص على فينيسيوس جونيور في بداياته، كان اضحوكه التايم لاين والجمهور بيصفر عليه، لدرجه لو انتوا فاكرين ان بنزيما قال لمندي في ماتش قدام جلادباخ ما تلعبلوش ده بيلعب ضدنا. اي لاعب تاني كان زمانه انهار، بس فينيسيوس كان عنده الجين القاسي اللي بتطلبه المؤسسه دي، جلد تخين وعقليه رافضه الاستسلام بغض النظر عن اللي هو بيعمله دلوقتي مع مواقف التنمر. انما في الاهلي بقى القصه دي بتتجسد حرفيا في مسيره طاهر محمد طاهر. نرجع بالزمن لصيف 2020. رمضان صبحي ابن النادي والفتى المدلل بيمشي فجاه وبيروح بيراميدز. الاداره بتتحرك بسرعه عشان تمتص غضب الجمهور وبتتعاقد مع الفتى الذهبي الثاني للكره المصريه وقتها طاهر محمد طاهر. طاهر دخل من باب التتش وهو شايل على كتافه حمل يهد جبال، انت جاي تعوض اهم وينج في مصر. في المقاولين طاهر كان النجم الاوحد، لو جاب جون حلو بيعيش عليه شهر، ولو لعب ماتش وحش مفيش حد هيحاسبه. بس في الاهلي طاهر اتصدم بتسعيره النادي. الجمهور كان مستني الجناح المهاري اللي يخلص الماتش من نص فرصه، بس الاصابات مع التوتر مع الضغط خلت طاهر يظهر بشكل تاني خالص. وهنا بدات المفرمه تشتغل. طاهر اتحول للهدف رقم 1 للانتقادات على السوشيال ميديا. في كل ميركاتو تقريبا صيفي او شتوي اسم طاهر كان بيبقى اول اسم في قائمه الراحلين اللي الجماهير بتطالب بيهم. بس هنا بيبان الفرق بين اللي بيلبس التيشيرت واللي التيشيرت بيلبسه. طاهر فهم الدي ان ايه بتاع الاهلي، فهم انك لو مش قادر تكون الساحر اللي الجمهور عايزه لازم على الاقل تكون المحارب اللي الفرقه محتاجاه. بس ليه بقى عامه البيئه دي بتقتل اللعيبه؟ لان الناديين دول ما بيعترفوش بفتره هبوط المستوى الطبيعيه. 3 ماتشات وحشين معناها ان الاعلام بيدور على بديلك والجمهور بيطالب بتسريحك اصلا. عشان كده السلاح ده له وشين، نفس الضغط المرعب اللي بيخلي لاعب زي علي معلول او راموس يتحولوا لوحوش بتموت نفسها لحد الدقيقه 95، هو نفس الضغط اللي بلع مواهب كتير وخلانا ننساهم. تخيل معايا اللحظة دي، حكم الماتش بيصفر نهاية الفاينل، فرقتك كسبت أهم بطولة قارية، الجماهير هتحتفل لشهور وده حقها أكيد. بس في الكيس بتاعتنا الصورة بتختلف تماما. الفرحة ما بتكملش 24 ساعة، بمجرد ما الكاس بيدخل دولاب البطولات بيتحول لماضي وتاني يوم الصبح بالظبط. السؤال اللي بيتردد في النادي وبين الجماهير مش احنا عملنا ايه، السؤال بيبقى هنجيب البطولة الجاية امتى. هنا احنا بندخل في أعقد وأخطر صفة نفسية بتجمع الأهلي وريال مدريد، وهي الاستحقاقية وعدم الشبع. بالنسبة لمعظم الأندية التتويج ده انجاز بيسعوا ليه، التتويج هو قمه الجبل اللي بيوصلوا له بعد تعب كبير جدا. بس هنا التتويج هو الديفولت، هم بيتعاملوا مع الكاس على انه بتاعهم اصلا. العقليه دي بتخلق بيئه عمل مرعبه وما فيهاش اي مساحه للرحمه. لما الريال كسب العشرة في 2014 العالم كله قال خلاص ارتاحوا، فكوا النحس ومدريد كلها اتهزت. تفتكر بيريز او الجمهور ناموا مرتاحين؟ في قلب احتفالات العشرة اللعيبه والجماهير كانوا بيغنوا لل11، ولما وصلوا للبطوله رقم 14 في باريس سنه 22 ضد ليفربول وسط ما اللعيبه بقى لسه بتحتفل في الملعب، بيريز طلع في لقاء صحفي وبمنتهى البرود اللي في الدنيا، ريال مدريد ما بيشبعش ومن بكره هنبدا نحضر للبطوله ال15. انت متخيل مفيش وقت حتى تتبسط باللي في ايدك، لان اللي في ايدك ده مجرد ما رفعته هو خلاص بقى ماضي. الناحيه الثانيه الاهلي بيقدم نفس النسخه بس بضغط جماهيري مرعب. عشان تفهم حجم الجنون ده، مفيش مدرب يقدر ينقل حاله الشبع الاهلاويه دي زي موسيماني. جاب بطوله افريقيا مرتين ورا بعض ومنهم نهائي القرن قدام الزمالك اللي هو اغلى واهم بطوله في تاريخ النادي كله، جاب 2 سوبر افريقي بقى و2 برونزيه كاس عالم للانديه. لكن ايه اللي حصل بقى؟ الاهلي خسر الدوري مره، فجاه كل رصيد افريقيا العظيم ده اتبخر، الجماهير قلبت، السوشيال ميديا ولعت والاعلام بدا يسلخ فيه. المدرب اللي لسه جايب لك افريقيا مرتين بقى بيتهاجم لانه ضيع بطوله. الضغط وصل لمرحله ان موسيماني نفسه ما بقاش مستحمل البيئه دي. الراجل استقال ومشي وهو مش مستوعب ازاي ممكن تكسب كل ده وتعمل تاريخ زي ده وجمهورك وادارتك لسه غضبانين عشان خسرت بطوله واحده. السر هنا ان الفوز ما بيجيبش سعاده قد ما بيجيب ارتياح. انت وصلت لمرحله انك ما بقتش طاير من الفرحه انك كسبت، انت بتبقى حامد ربنا انك ما خسرتش لان الخساره هنا ثمنها اكبر بكتير. رغم ان العقليه دي ممكن تبان توكسيك جدا وبتجيب ضغط لاي حد شغال في المنظومه، الا انها البنزين الحقيقي للهيمنه. لو هم كانوا بيشبعوا او بيتعاملوا مع البطولات على انها انجاز استثنائي كان زمانهم زيهم زي اي نادي بياخد دورته ويهبط مستواه 10 سنين. لكن المرض بعدم الشبع واحساس ان اللي جاي دايما اهم من اللي فات هو ده اللي بيخلي اللعيبه تنزل الماتش اللي بعد التتويج وكانهم ما كسبوش بطوله بقالهم 50 سنه اصلا.
انت اكيد سمعت الكلام ده مش مجرد كلام، ده كابوس بينزل على اي حد مهما كان اسمه او تاريخه بمجرد ما يحط نفسه في كفه والنادي في الكفه التانيه. هنا بقى احنا لازم نقف ونبص على الجانب المظلم للمنظومه دي. تعالوا نسافر مدريد صيف 2015. كاسياس ابن النادي اللي دخل من بوابته وهو عيل وقضى فيه 25 سنه والرمز الاكبر لمدريد في جيله، بس لما جت لحظه وداعه ريال مدريد عمل ايه؟ اللي انت شفته ده ولا الاداره فكرت فيه ولا فرق معاها نهائي. الاداره شافت ان مستواه نزل وان وجوده في اوضه اللبس بقى بيخلق انقسامات وتسريبات للصحافه، فالمنظومه بكل برود قالت كلمتها وطلعت كاسياس براها في مشهد صعب بقى ومن غير اي مشاعر والكلام ده كله. الجمهور نفسه اتصدم وعيط معاه، بس السيستم كان شايف ان المركب دي لازم تخفف الحمل اللي عليها عشان تعرف تكمل. وفي الاهلي الوضع مش مختلف. حسام عاشور مسمار نص الملعب، الكابتن التاريخي اللي جاب 36 بطوله، حرفيا كان الموظف المثالي في شركه الاهلي. لكن في 2020 فايلر قال للاداره كلمتين انا مش محتاجه فنيا. الاداره بمنتهى المؤسسيه البارده قالت لعاشور النادي بيكتفي بالفتره دي، اعتزل وهنعمل لك ماتش اعتزالي ليه بيك وهتشتغل في قناه النادي. عاشور اللي قضى اكتر من 16 سنه في الفريق الاول حس انه لسه قادر يدي في الملعب، عاند ولجأ للسوشيال ميديا وعمل فيديو مشهور اتكلم فيه عن تاخير الاداره في وعودها وتدخلات من اطراف تانية. فهنا حسام عاشور لمس السلك العريان، في اقل من 24 ساعه سيستم الاهلي داس على تاريخ 16 سنه ووجه له الشكر وطلع بره النادي من الباب الخلفي. ليه المنظومه هنا بتبقى بالقسوه دي؟ التحليل الفني والاداري بيقول ان دي ضروره حتميه. الانديه اللي بتتعاطف مع اساطيرها وتكبر معاهم بتعجز وتموت معاهم. ميلان فضل متمسك بجيل 2007 العظيم وفاء ليهم لحد ما الفريق كله عجز في الملعب، والنادي وقع في دوامه ضياع استمرت اكتر من 10 سنين. لكن الناديين دول ما بيعجزوش، لانه بيبتر اي عضو بيبدا يفقد كفاءته او يتمرد على السيستم، حتى يا عم لو كان العضو ده هو قلب الفريق نفسه. هما فعلا الناديين ما بيوقفوش على حد وده اللي مخليهم عايشين على القمه، بس هل اللي بيعملوه ده دايما صح؟ سيبك بقى من الفلسفه والكلام ده وتعالى ندخل جوه المطبخ نفسه. انت دلوقتي لاعب جديد، النادي اشتراك بملايين وداخل اول يوم تدريب. تفتكر كده مين اللي بيشرح لك الدي ان ايه بتاع النادي؟ الاداره؟ لا. المدرب؟ لا برضه. اللي بيرسيك وبيفهمك الحوار ده كله هم اللعيبه القدام، كباتن الفرقه او زي ما بيتسموا في الكوره حراس اوضه اللبس. لما جود بلينجهام وصل مدريد كان شاب عنده 20 سنه جاي من دورتموند 103 مليون يورو والاعلام الانجليزي نفخه وعامله اسطوره. بلينجهام دخل اوضه لبس ريال مدريد، تفتكر حاسه ان المين كاركتر؟ مستحيل. هو دخل لقى لوكا مودريتش وتوني كروس وكارفاخال، فتح عينه لقى لعيبه كل واحد فيهم واخد 5 و6 تشامبيونز ليج، والفكره انهم لسه بيدوا بنفس الشغف كانهم لسه طالعين من تحت. هنا الايجو بتاع اللاعب بيموت من على الباب. بلينجهام فهم على طول ان النجوميه هنا مش بالفلوس اللي اتدفعت فيك، النجوميه هنا باللي هتديه في الملعب. في الاهلي النسخه دي بتطبق بحذافيرها. هات اي لاعب متالق في انديه الدوري، نجم فرقته والناس كلها بتتكلم عنه، اول ما بيدخل اوضه اللبس في التتش بيلاقي محمد الشناوي، عمرو السوليه ايام ما كان موجود، ومحمد هاني، لعيبه بطولاتهم توزن انديه. اللاعب الجديد بيتعلم التسعيره من اللعيبه دي، بيتعلم اننا لو تعادلنا ماتش في الدوري او خسرنا مفيش هزار، مفيش ستوريز على الانستجرام وانت بتضحك في تمرين بكره الصبح، وانك لازم تنزل تاكل النجيله الماتش الجاي عشان تصالح الجمهور. اوضه اللبس في الناديين دول هي الضمان ان السيستم ما بينهارش لما مدرب بيمشي. الثقافه بتتوارث، جيل بيسلم جيل حرفيا. راموس مثلا اتعلم من راؤول وكاسياس وعلم كارفاخال، وكارفاخال بيعلم بيلينجهام وفالفيردي، وفي الاهلي الشناوي اتعلم من متعب وغالي، والجيل الحالي بيعلم ياسين مرعي ومروان عطيه. بس هل الموضوع كله مثالي ورومانسي كده؟ لا طبعا، لان السلاح ده ساعات بيرد في صدر النادي نفسه. لما قوه اوضه اللبس بتزيد عن الحد حراس الاوضه دول بيتحولوا لمافيا. افتكر كده معايا ريال مدريد في اخر حقبه جوزيه مورينيو 2012 2013. مورينيو المدرب الدكتاتور حب يفرض سيطرته الكبيره، فاصطدم على طول بكاسياس وراموس. اوضه اللبس اتقسمت احزاب، في اشاعات كتير جدا طلعت ان اللعيبه الكبار بقوا بيسربوا اخبار اصلا للصحافه، وفي الاخر الاداره اضطرت تمشي مورينيو عشان تنقذ النادي من الانفجار. الخلاصه يعني ان اوضه اللبس في الاهلي وريال مدريد مش مجرد مكان لتغيير الهدوم، دي المحكمه الحقيقيه اللي بتحدد مين هيكمل ومين هيطرد. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح في الاهلي وريال مدريد الجمهور هنا مش مجرد مشجعين بيسندوا الفرقه، الجمهور هنا هو الجلاد، هو مجلس الاداره الحقيقي اللي بيحكم المدرجات ومن ورا الشاشات. العلاقه هنا مش مبنيه على الطبطبه، العلاقه مبنيه على الابتزاز العاطفي والتوقعات المرعبه. انت بتلعب باسمنا يبقى تدفع الضريبه وتكسب كل حاجه طول الوقت. تعال نطلع كده على سانتياغو برنابيو، الجمهور هناك بيبقى قاعد كانه بيقيم مسرحيه، لو ممثل نسي الحوار او الاداء كان ممل الجمهور هيصفر عليه على طول. ظاهره صفاره الاستهجان اللي في برنابيو دي ظاهره مرعبه مش موجوده بالكثافه دي في اي حته تانية. طيب هو مين اللي صفر عليه كده في
البرنابيو، زين الدين زيدان، كاسياس، وحتى كريستيانو في عز مجده لما كان بيضيع كورتين 3 والفرقه متعادله كان بيسمع تصفير من المدرجات. المشجع المدريدي مقتنع اقتناع تام ان النادي ده بتاعه، ومقتنع انه دافع فلوس عشان يشوف احسن كوره واحسن نتيجه. ولما الدنيا بتعوك الجمهور ما بيهاجمش اللعيبه بس، ده بيطلع المناديل البيضاء في وش بيريز نفسه عشان يقول له المدرب ده يغور النهارده واللعيبه دي تتظبط. الجمهور هنا هو اللي بيشيل المدربين وهو اللي بيجبر الاداره تفتح الخزنه وتجيب صفقات جلاكتيكوس. ننزل بقى على القاهره ونبص على جمهور الاهلي، النسخه الاشرس والاكثر ضغطا خصوصا في عصر السوشيال ميديا. جمهور الاهلي ما يعرفش ثقافه معلش عملتوا اللي عليكم. لو الفرقه خسرانه وبتلعب وحش الجمهور في المدرج مش هيقعد ساكت، بالعكس هو هيفضل وراهم لحد ما يفوقهم باي طريقه. على السوشيال ميديا بقى جمهور الاهلي يتحول للجنه فنيه عليا، الاداره بقياده اسطوره بحجم الخطيب عارفه كويس قوي ان غضب السوشيال ميديا الاهلاويه قادر يهد اي استقرار. لما الاهلي خسر بخماسيه من سان داونز في 2019 الجمهور ما استناش لنهايه الموسم، الضغط الجماهيري كان كفيل انه يخلي الاداره في حاله طوارئ. لاسارتي بقى حرفيا ميت اكلينيكيا ولعيبه كتير اتكتبت نهايتها في اليوم ده. هنا بقى لازم نقف ونسال، هو التدخل الجماهيري المرعب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ السلاح ده زيه زي كل حاجه في الناديين دول ليه حدين اقوى من بعض. الحد الايجابي ان هو ده اللي بيخليهم عايشين على القمه، الادارات واللعيبه ما بتنامش. انت عارف كويس قوي انك لو ريحت او حسيت بتشبع في مليون واحد بره مستنيينك تغلط عشان يقطعوا رقبتك. الجمهور هو الكرباج اللي بيخلي المكنه دايما دايره باقصى سرعه. لكن الحد السلبي ان الضغط ده بيقتل فكره المشروع طويل الامد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مستحيل في الاهلي او ريال مدريد مدرب يجي يقول للاداره ادوني 3 سنين ابني فيهم فرقه واصبروا عليا ومش مهم نكسب بطولات السنه دي. الكلام ده يمشيك من النادي في اقل من 3 شهور زي ما حصل مع تشابي الونسو. ارتيتا في ارسنال مثلا قعد سنين ياخد مركز 8 و5 والجمهور صبر عليه لحد ما بنى فرقه، ويورجن كلوب قعد 4 سنين في ليفربول لحد ما جاب اول بطوله اصلا. لكن هنا مفيش الرفاهيه دي، الجمهور عايز الشامبيونز ليج وعايز الدوري السنه دي وبطريقه لعب حلوه كمان. عارف احساس انك تذاكر وتموت نفسك طول السنه وتجيب 99%، فبدل ما اهلك يفرحوا بيك يزعقوا لك ويحاسبوك على 1% اللي ضاع. البيئه النفسيه جوه ريال مدريد والاهلي بتشتغل بالظبط بنفس الميكانيزم ده. علماء النفس بيقولوا ان الرياضي بيلعب عشان الدوبامين او نشوه الانتصار، بس لما الانتصارات دي بتبقى هي الروتين سقف الدوبامين بيعلى والمخ بيبطل يفرزه مع البطولات العاديه. تعال اوريك ازاي ده بيحصل وازاي ممكن تكون بطل متوج وتطرد تاني يوم الصبح. نرجع لموسم 2006 2007، ريال مدريد كان بيمر في فتره جفاف بطولات والاداره جابت فابيو كابيلو عشان ينقذ الموقف ده. كابيلو راجل عملي بيلعب كرة تكتيكية بحتة، دفاع منظم ومفيش مساحة للشو. كابيلو الموسم ده قدم موسم للتاريخ وكسب الدوري الاسباني في اخر جولة بسيناريو مجنون خلى مدريد كلها تبات في الشارع تحتفل. المنطق بيقول ان كابيلو يكمل ويبني المشروع صح. تاني يوم الصبح رامون كالديرون رئيس النادي وقتها طلع قرار بإقالة فابيو كابيلو. السبب الإدارة والجمهور قالوا احنا كسبنا ايوه بس الكرة دي بتوجع عينينا. المنظومة في مدريد قررت ان مجرد الفوز مش كفاية، انك تلعب اجلي فوتبول عشان تجيب النقطة ده بيعتبر اهانة للتيشيرت الابيض. كابيلو طرد وهو في قمه مجده لانه ما احترمش الكبرياء الاستعراضي للكيان ده. على الناحيه الثانيه في الجزيره قسوه النجاح دي بتاخد شكل تاني. اسال اي لاعب في الجيل الذهبي للاهلي مع مانويل جوزيه او جيل كولر عن شعوره بعد ما يكسب بطوله افريقيا او يحسم الدوري مثلا، الاجابه دايما بتكون نمنا مرتاحين. الكلمه دي بتلخص الماساه. سيد عبد الحفيظ كان عنده جمله بيقولها للعيبه دايما في اوضه اللبس، افرحوا النهارده وبكره الصبح هنقفل الصفحه عشان عندنا ماتش في الدوري. مفيش مساحه حتى انك تتغر ولا تتدلع ولا حتى تتبسط. لو كسبت دوري الابطال يوم الجمعه ونزلت يوم الثلاث اتعادلت في ماتش الدوري السوشيال ميديا هتسلخك والجمهور هيشتمك كانك ما جبتش بطوله قاريه من 4 ايام اصلا. الضغط المستمر ده بيخلق نوع من التبلد العاطفي، فلاعب الاهلي او ريال مدريد ما بيفرحش بالفوز العادي لانه ببساطه لو ما كسبش هيطرد. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. عشان تدير مكنه مرعبه زي دي بتفرم اللعيبه وبتاكل المدربين وجمهورها ما بيشبعش، انت مستحيل تكون مجرد رئيس نادي تقليدي بيقف في المقصوره. الاداره في ريال مدريد والاهلي هي الفرامل اللي بتمنع القطر من انه يتقلب. رئيس النادي هنا مش شغلته بس يجيب فلوس وصفقات، شغلته الاساسيه انه يحمي السيستم من غرور اللعيبه ومن نفوذ اوضه اللبس ومن عاطفه الجمهور الانفعاليه. بص على بيريز، الراجل ده بره الكوره هو مهندس ورئيس واحده من اكبر شركات المقاولات في العالم اللي هي ACS. بيريز بيدير ريال مدريد بعقليه المهندس المقاول، ارقام حسابات وبزنس خالي من اي عواطف بشريه. في صيف 2021 راموس الكابتن التاريخي للنادي عقده بيخلص، راموس عايز يجدد سنتين احتراما لتاريخه، وبيريز حاطط قاعده اي لاعب فوق ال 30 بيجدد سنه بسنه. راموس عاند وراهن على ان الجمهور هيضغط على بيريز عشان يخليه. بيريز ما طلعش شتمه ولا اتخانق معاه في الاعلام، بيريز سابه براحته خالص. ولما راموس جاب ورا وراح يقول للاداره انا موافق على عرض السنه الواحده، بيريز رد عليه وقال له وقتك خلص معايا. انتوا عارفين بيريز عمل ايه؟ بيريز ده بقى اقوى راجل في اوضه اللبس عشان يوصل رساله لكل الجيل الجديد
الجديد ان مفيش حد اكبر من النادي. ننزل بقى على مصر، هتلاقي ان المؤسس الحقيقي لديكتاتوريه المؤسسه دي والراجل اللي حط الكتالوج اللي الاهلي ماشي عليه لحد النهارده هو العراب صالح سليم. في اغسطس 85 الاهلي واجه اكبر تمرد في تاريخه. محمود الجوهري اختلف مع الاداره وخد معاه 16 لاعب من القوام الاساسي للفرقه، وامتنعوا عن التدريب قبل ماتش ربع نهائي كاس مصر قدام الزمالك. تخيل فرقتك الاساسيه كلها متمرده والزمالك جاهز بكامل نجومه عشان يعمل سكور تاريخي. اي رئيس نادي تاني كان هيبوس على دماغ اللعيبه والجوهري عشان يلعبوا الماتش وبعدين يصفي حساباته براحته. صالح سليم عمل ايه؟ قفل الباب وخد القرار اللي خلد اسم الاهلي، ايقاف كل اللعيبه المتمرده، والماتش هيتلعب بفرقه 19 سنه. الاهلي نزل الماتش فعلا بعيال صغيره زي طارق خليل وبدر رجب وحسام حسن في بداياته، والمفاجاه ان العيال دي كسبت الزمالك 3-2 في واحد من اشهر ماتشات الديربي في التاريخ. صالح سليم في اليوم ده ما كسبش ماتش في كاس مصر، صالح سليم كسب هيبه النادي للابد. رسخ فكره ان الكيان ما بينحنيش، وان النادي لو هيلعب بالناشئين ويخسر اكرم له من انه يكسب ويتلوي دراعه من نجومه. نفس الجين ده اتنقل بالوراثه لمحمود الخطيب اللي يبان طول الوقت راجل هادي صوته واطي، بس هو عكس كده مع اللعيبه. لما عبد الله السعيد مضى الزمالك الخطيب ضحك في وشه واتصور معاه استرد كرامه النادي، وبعدها قال له انت ما تلزمنيش. السر الحقيقي ورا حمايه ريال مدريد والاهلي مش في الخطه ولا في الميزانيات الضخمه، الفلوس بتجيب لعيبه بس ما بتجيبش شخصيه. الناديين دول اكتشفوا ثغره في سيكولوجيه الكوره، زرعوا الخوف في قلب كل لاعب وكل مدرب، فخلوهم وحوش بتجري على ارض الملعب عشان بس ينجوا بحياتهم من الجمهور والاداره. وانطلق من فينيسيوس جونيور، علي معلول يوزع جول اهلاوي. تخيل بقى المشهد ده، الدقيقة 85 فرقتك كسبانة 1-0 وباقي 5 دقايق والحكم يصفر. انت بتبدأ تحتفل وشايف اللعيبة بتاعتك بدأت تضيع وقت، بس لو الفرقة اللي بتلعبها لابسة تيشيرت ابيض في سانتياغو برنابيو او تيشيرت احمر في استاد القاهرة، الاحساس اللي بيسيطر عليك مش الفرحة ابدا، الاحساس بيكون رعب من اللي جاي. انت بتبقى قاعد بتتفرج وانت متأكد ان في كارثة هتحصل. ليه؟ المنافس بيحس ان الماتش خلصان ضده وهو اصلا متقدم في النتيجة. هنا احنا بندخل في اكتر منطقة سينمائية في تاريخ الناديين وهي الريمونتادا والبلاس 90. تعالى نرجع لريال مدريد في دوري ابطال اوروبا 2022. نص النهائي قدام مانشستر سيتي، منظومه بيب جوارديولا المرعبه، الدقيقه 89 السيتي متقدم 1-0 في البرنابيو و5-3 في مجموع الماتشين. لعيبه السيتي بتلعب بثقه وجاك جريليش بيضيع كورتين على خط الجون عادي كده. اي فرقه تانية في العالم كانت استسلمت ورمت الفوطه، بس فجاه الشراره بتضرب في اقل من دقيقتين. رودريجو بيجيب جولين في الدقيقه 90 و91 وجوارديولا على الخط بيمسك دماغه وهو مش مستوعب ان كل التكتيك والسيطره دي اتبخرت في 90 ثانيه بس. على الناحيه الثانيه بقى الاهلي مش بس بيعمل ريمونتادات، ده خلى رقم بلس 90 ده ماركه مسجله باسمه في افريقيا والوطن العربي، من جون ابو تريكه الاسطوري في الصفاقسي 2006 في الدقيقه 92 اللي خطف كاس افريقيا من تونس، لجوان عماد متعب اللي ما بتخلصش في الدقيقه 90، ولقطات الحسم في الدوري اللي بتكسر عزيمه اي منافس بيحاول يشم نفسه، وصولا بقى للقضيه ممكن بتاعت قفشه في نهائي القرن. اللحظات دي مش مجرد اجوان، دي كوابيس بتتزرع في عقول الخصوم. السؤال اللي بيطرح نفسه دايما والرد الجاهز اللي بيتقال على القهاوي، يا عم دول محظوظين والكره بتيجي معاهم كده، بس هل فعلا الحظ ممكن يستمر قرن كامل؟ المنطق بيقول ان الحظ لو ساعدك مره او اتنين مستحيل يكون هو الاستراتيجيه اللي بتبني عليها تاريخك. السر ورا شبح البلاس 90 ده متقسم لعده عوامل تكتيكيه ونفسيه ما بتتجمعش غير في الكيانين دول بس. لما اي فرقه بتتاخر في النتيجه والماتش بيخلص، بتشوف العشوائيه بقى، كور طويله بلا هدف، حارس مرمى بيطلع في نص الملعب ولعيبه بتزعق لبعض. في الاهلي وريال مدريد اللعيبه بتكمل لعب كأن الدقيقه لسه 15، مفيش بانيك، هم مصدقين تماما انهم هيكسبوا. الايمان ده بيخلي تركيزهم في اعلى درجاته في الوقت اللي تركيز الخصم فيه بيبدا ينهار. وعندك جوده البودره واللياقه البدنيه، الانديه دي بتصرف ملايين عشان تبني دكه مرعبه، لما الماتش يهرب منهم المدرب بيبص جنبه بيلاقي ناس فعلا يعتمد عليهم. ضيف على ده ان المعدلات البدنيه للعيبه دي متبرمجه انها تدوس بنزين في ال 15 دقيقه الاخيره، الوقت اللي بتكون فيه لعيبه الخصم حرفيا بتجيب جاز. والاهم اكيد هو الضغط النفسي على الفرقه الثانيه. الاهلي والريال لما بيكرروا ظاهره البلاس 90 دي مره واثنين و10 هم بيبنوا اسطوره في عقل المنافس. عقله الباطن بيستدعى كل الماتشات اللي شافها في التلفزيون للاهلي والريال وهم بيخطفوا الفوز في الوقت ده. الخصم هو اللي بيخلق السيناريو اللي هو خايف منه، هم بيتهزموا نفسيا قبل ما الكره تدخل الشبكه اصلا. الفرقه الثانيه مش تبقى حاسه انها بتلاعب 11 لاعب، ده بيلاعب التاريخ والجمهور وشبح مستنيه يغلط غلطه واحده عشان يخلص عليه. وفي الاخر اهم حاجه لازم نخرج بيها من الحلقه دي اننا مش بنقول ان الاهلي وريال مدريد نسخه من بعض، ولا ان كل اللي حصل في تاريخ الناديين سببه نفس العوامل بالظبط. كل نادي له تاريخه وبيئته وجمهوره وسبب تاسيسه وطريقته الخاصه في صناعه النجاح. احنا بس حاولنا نفهم ايه الحاجات اللي بتجمع ما بينهم وازاي الاثنين قدروا يبنوا منظومه اكبر من اي لاعب او مدرب او رئيس، لان في الاخر ممكن الاشخاص يتغيروا والبطولات تتغير والاجيال تتغير، لكن لما المنظومه تبقى اقوى من افرادها النادي هو اللي بيفضل. بس كده انا خلصت، وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، ويلا سلام. المصري في القارة الأفريقية.